بمدينة القنيطرة، وهنا ثالث نزال، ثالث حلقة من حلقات الدوري المغربي في الموسم الاحترافي الأول عبر قناة الرياضية. إذا هنا دخول اللاعبين، دخول تشكيلة الفريقين إلى رقعة أو المستطيل هنا في انتظار بداية اللقاء. إذا بعد 56 بطولة كتب للدوري المغربي أن يدخل عالم الاحتراف، أن يصبح برو بعد 56 بطولة، لتكون 57 هي أبرز العناوين بعيدا عن الهواية، وليكون هذا الشهر الكريم مسلسل لأولى حلقات الدوري المغربي على قناة الرياضية، لأن المسلسلات تنشط بشكل كبير على القنوات العربية. نحن لدينا مسلسل واقعي هو للبطولة الوطنية، هو للدوري المغربي الاحترافي. إذا النادي القنيطري الرجاء هو لقاء الدورة الثالثة بامتياز بعدما تابعنا أولى الحلقات بين نادي المغرب الفاسي وعسيرية أكادير، اللقاء الذي انتهى للمغرب الفاسي والوداد امام اتحاد منيخ ميسات، وانتصار الوداد بالامس بهدفين مقابل الشيء بنفس النتيجه التي انتصر بها فريق المغرب الفاسي على عسيرية أكادير. الوداد انتصر على اتحاد منيخ ميسات. اذا اعطيكم تشكيله الفريقين. فريق النادي القنيطري يدخل بالتشكيله التاليه: يوسف بن ميح في حراسه المرمى، باقي الاسماء: هشام خربوش، مامادو ديانغ، رشيد برواس، عبد الواحد الشخصي، فهد كردود، ايوب بورحيم، بلال بيات، نوف البرقي، يونس الاندلسي، ونوف الراجي. الاحتياط: سفيان النعماني كيرفع كره دائريه وفرصه، مامادو ديانغ يسجل الهدف الاول وفي اي توقيت. هستيريا لدى الجماهير القنيطرية بهدف من ضربة خطأ وحيدة في الجولة الثانية بعد أكثر من 6 ضربات أخطاء ثابتة للرجاء. نعم، عندما تضيع تستقبل قاعدة كروية معروفة: أشرف العربي يمرر فوق الكل، ارتقاء وهدف. هو الهدف الأول في اللقاء لصالح النادي القنيطري. الهدف الأول هدف مقابل لا شيء لصالح النادي القنيطري. مامادو السنغالي يسجل الهدف الأول، هدف مقابل لا شيء. فلاش باك الرجاء عن طريق كرة ثابتة، عن طريق مجموعة من المحاولات، كان الأقرب إلى التسجيل، لكن كرة ثابتة واحدة وواقعية أعطت